كان يا مكان في يوم من الأيام ظهر كتاب سحري عجيب في حديقة إياد وميان، ومعاهم أختهم الصغيرة ليان. ومن ساعتها بدأوا رحلات سحرية علشان يبقوا من الأبطال الصغار. يلا بينا نبدأ الحكاية. كان في يوم جميل وإياد مش عايز يرتب أوضته زي ما ماما قالت له. ميان قالت له لو سمعنا الكلام ممكن الكتاب السحري يفتح. وفجأة الكتاب نور من تاني. الكتاب فتح صفحة جديدة وكان مكتوب فيها اسمعوا كلام بابا وماما تلاقوا النجمة. بس الباب السحري ما اتفتحش غير لما ليان عملت اللي ماما قالت عليه. ميان قالت لإياد يلا نرتب الألعاب. إياد فكر شوية وبعدين وافق، ولما ابتدى يساعدها الباب السحري اتفتح على طول. دخلوا عالم سحري كله ألعاب بتتحرك لما نسمع كلام بابا وماما. إياد جرب يسمع التوجيه واللعبة اشتغلت وابتسمت له. أول ما إياد ساعد أخته النجمة الذهبية نزلت ونورت الكتاب، ورجعوا الجنينة وإياد قال أنا المرة دي سمعت الكلام. وكانت أحلى مغامرة. واو! إياد وميان وليان قدروا يكسبوا نجمة ذهبية جديدة، بس السر الكبير لسه مستني. تفتكروا إيه اللي هيحصل لما يجمعوا كل النجوم؟ استنونا في المغامرة الجاية من حكايات الميني هيروز، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة.